نقولهم الفضل لله سبحانه وتعالى، يرد ويقول الفضل للدعارة. عن أي جهل نتكلم نحن؟ يعني ما وصلنا لهالمرحلة من الجهل. هذا يدل على مو بس الجهل، قلة في الدين، قلة العقل والدين. كيف أنت تقارن شيء؟ أنا أقول فضل، يرجع الفضل لله سبحانه وتعالى، وما حد ينكر الشيء هذا أبدا. كل ما نحن عليه فيه نحن فضل الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا. هناك جهود قامت، صحيح، جهود كبيرة قامت من بعد فضل الله سبحانه وتعالى. نحن وصلنا لهذه المرحلة بفضل قيادتنا. أما الأخ اللي طالع وقاعد يقارن فضل الله بفضل الكلام اللي هو ذكره، هذا الكلام يمكن أنتم متعودين عليه، هذه بيئتكم أنتم يعني كل كلامكم، أكثر الكلام اللي قاعد يصير في التواصل الاجتماعي، اللي أنا أتكلم عن الكلام السلبي، يعني نابع من البيئة اللي هم فيها. أنك أنت اليوم تحكم على شيء معين من خلال بس مخك، من خلال اللي أنت تشوفه، هذا ينبع من الجهل ترى، مو من أي شيء ثاني. لأن الإنسان المتعلم والمثقف بيشوف الأشياء من أكثر من زاوية، من أكثر من منظور، مو بس على حسب ما هو اللي يفهمه واللي هو يشوفه. نحن الحمد لله ما بنتكلم عن نفسنا. اللي عاش في دولة الإمارات عارف شعب دولة الإمارات، وعارف المقيمين في دولة الإمارات على شو عايشين، كل واحد بالشيء اللي تربى عليه. والحمد لله نحن متربين على الدين، العلم والثقافة والتربية السنعة، العادات والتقاليد ما نطلع منها بعد. أما يطلع لي الأخ يقول والله فضل الدعارة، لا، هذه البيئة اللي أنت طلعت منها، هذا اللي أنت تربيت عليه، وهذا اللي أنت عايش فيه. ما تنسب الشيء هذا لغيرك. الحمد لله تعلمنا وتثقفنا وشفنا، ونقولكم وصلنا لأبعد من المتوقع من بعد فضل الله سبحانه وتعالى، فضل رؤية قيادتنا وجهودهم الكبيرة هذه، أنهم وصلونا للشيء هذا. واعلم من شأن المواطن الإماراتي والمقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، اللي نشوفهم اليوم كلهم مبدعين، كلهم مميزين، الحمد لله رب العالمين. أرجع أقول الكلام اللي قلته، هالكلام يرجع لك أنت، لتربيتك، للبيئة اللي أنت طالع منها بس، ولا أكثر. والسلام عليكم.